ام عبد الله، خلينا ننتقل الى شهر رمضان في الكويت. كان حسب ما يحجون اهل الكويت كان لهم استعدادات خاصه حق شهر رمضان، يبدؤون يستعدون له من شهر رجب. شنو تقدر تقول لي استعدادات اهل الكويت حق استقبال شهر رمضان؟ رمضان اول ما عندنا جذور وما مثل الحين. نعم. يعني نعم. الجذور اول ما عندنا وهذا صفر. نعم. عاد نصير يعني صفر النحاس الاصفر. ايه الاصفر. ايه. عاد يبون لازم كل فريق يشوف فيه صفار، وهذا يبون جذورهم معين، وهذا يبون معينهم هالصفار، وهذه يصفرونهم يسوونهم يبيضونهم. الصفار هذا يلف على البيوت؟ لا قاعد بالسكه. ايه. وهذا اللي يبون معين بالفريج. نعم. معينهم إيه يصفرون مع حق رمضان. نعم. هؤلاء الجذور، هالمثعوبه، الصواني، يعني من طاسه، من مشخار، من نعم. كل من لاس. نعم. كله حق رمضان. ينظفهم لهم. ينظفهم. نعم. زين. وكل بيت يعني يتجمعون، يعني نعم. كل بيت يدقون الهريس. نعم. كل بيت ببيته، يعني نعم. اليوم بهالبيت باكر بهالبيت. في فرقه خاصه تدق الهريس؟ لا. هم الفريج هم يتعاونون. هم اهل الفريج نفسهم. الفريج بروحهم. نعم. يتعاونون، يعني البيوت بعد الكبار، يعني نعم. بعد ناس تجيهم. نعم. ذي وبيوت يعني كل شو يدقونه في الهريس؟ منحاس. بالمنحاز. في المنحاز يحطوا مناحيس، يصفون المناحيس. نعم. 4 5 مناحيس. نعم. أو يدقون الهري، يتقابلون مني ومني. نعم. حتى أنا قالوا لي يعني إيه؟ قالوا لي اعطوني عمود، قالوا لي تعالي جاب لي، خلوني اجاب الوحده. نعم. قالوا هات دقي وياها فلانه هريس. إيه؟ يوت العمود كذي ما عارف. إيه؟ ليش اللي ما عارف رقعتها براسها. ايه. ليش مو شنو إيه؟ اقول لك